كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. اشتهر بمقولة سجلها التاريخ وكتبت بماء الذهب: اتقوا الله في إريتريا. نتحدث عن الحاج عثمان أحمد هندي، والذي يلقب بالفارس الطعام، ومن الذين عانوا في سبيل الوطن واستقلاله ورفعته وعلو شأنه. ولد الحاج عثمان بمصوع، والتي أصبح من زعمائها، فكان يمثل المدينة في البرلمان من 1956 إلى 1960. وفي البرلمان قال قولته المشهورة: إن لم تهابوا المسألة أمام شعبكم فاتقوا الله الذي سوف يسألكم عن الأمانة التي حملها لكم الشعب الإريتري. وأطلق الحاج عثمان الشعار الشهير الذي صاحب اسمه في حياته وبعد مماته: اتقوا الله في شعب إريتريا. هذه المقولة أصبحت تاريخ، خلدت قائلها الحاج عثمان في كتب التاريخ الإريتري. ومن القصص المروية لحاج عثمان أنه كانت هنالك هدايا تقدم من المحتل لبعض الإريتريين، فانتفض غاضبا وطلب منهم رفضها. فقال أحدهم: يا حاج عثمان، نحن لدينا أسر نريد أن نعيلها، أما أنت فلديك متجر كبير. فرمى لهم المفتاح وقال لهم: بيعوا المتجر، ولكن لا تبيعوا بلدكم الحبيب إريتريا. فنظر له الجميع بفخر. صمد الحاج عثمان وتحمل من أجل بلادنا الحبيبة إريتريا، فتحمل الاعتقال والمطاردة والملاحقات المستمرة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. ورحل الحاج عثمان عن دنيانا الفانية. رحل دون أن يرى فجر الحرية، ولكنه وضع اللبنات الأساسية وزرع الخير الإريتري، فجاء الحصاد بالاستقلال المجيد. ألا رحم الله الحاج عثمان لتفانيه في وحدة إريتريا ولإخلاصه لشعبه الكريم. التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته.